النهارده رحت زايد عشان نشوف مكان جديد اسمه ناش بيعمل الناشفيل ازاي. هو عامل شويه حاجات جديده بس انا حبيت ابدا بالتندرز نفسها، عاملها باربعه سبايسز ليفلز. اول واحده ودي العاديه جدا، طعم التوابل فيها كان حلو والفراخ نفسها نظيفه من جوه. تاني ليفل المايلد، وده بيبقى السبايسي اللذيذ اللي تحبه ما تتضايقش منه. تالت ده المحبين السبايسي شويه، والرابع ده اكستريم سبايسي، عاوز حد كيف قوي سبايسي عشان صعب قوي. من التجارب المميزه بصراحه واللي اتبسطت بيها قوي في الناشفيل، حجم التندرز نفسها وحجم طبقه البريدنج، ميكس السبايسز اللي عليها مش مجرد بهارات وخلاص. الصوصات كمان اللي بتنزل مع التندرز عاملين فيها ميكسات لذيذه زي البارميجان والناشي. من الحاجات المختلفه عنده النودلز ناشفيل، انا اخترته سويت تشيلي عشان بيديك حراره بسيطه مع الناشفيل، واستقريت ان الهوت هو اقرب ليفل ليا. الماكن تشيز برده كان لطيف، بس حاسس ان ممكن يبقى فيه اوبشن انك تقطع التندر جواه، هيوصل لك الطعم احلى. لو انت بقى زيي بتحب الدبابيس فممكن تطلب درام ستيكس، وبتختار برده ليفل السبايسي، بينزل معاها عيش وصوص. انا ما كنتش اعرف الصوص ده ايه، بس هو فعلا لايق قوي مع الدبابيس، جواه تاتش اعشاب كده حلو، انصحكم جدا تجربوه. السندوتشات طلبت سبايسي ستاك، وده بيبقى عليه بطاطس صغيره كده كريسبي، سعره كمان بالنسبه لحجم قطعه الفراخ كان حلو قوي. بس اللي عجبني قوي التشيل كريم، بيبقى عليه بارميجان صوص بيهدي الدنيا شويه. وموضوع الكيري الفرايد ده جديد، عامل زي الموتزاريلا ستيكس بس الطعم احلى بكتير. احييهم جدا على الفكره. الناش بايتس دي برضو فكره حلوه قوي، سندوتشات صغننه كده تقعدوا تنقنقوا فيها لو جروب. المكان لسه سوفت اوبننج، بس بجد تجربه ناشفيل مميزه جدا. هتلاقوه في ايل مول في الشيخ زايد جنب جامعه النيل. جربوه هتتبسطوا ان شاء الله. ما تنساش لايك وشير الفيديو. سلام.